كما تدين تدان ولو بعد حين. في 2001 النادي الاهلي وصل مع فريق جنوب افريقيا وهو اسمه سان داونز لنهائي افريقيا. قدرنا الحمد لله اللي احنا ناخد اللقب على حسابه، والحمد لله ربنا كرمنا. يشاء القدر الفريق دوت يعافر مع الفرق المصريه 15 سنه لحد ما يوصل نهائي تاني مع الزمالك. فشخوا حرفيا، قابلوا 4 مرات في شهر او في اقل من شهر، كسبوا 3 مرات واخد اللقب الاول في تاريخه وفي حياته وفي حياه جنوب افريقيا لسان داونز. المهم جمهور الزمالك قال احنا مش هنسكت والاهلي ان شاء الله يجيب لنا حقنا. طبعا احنا عافرنا واخدنا ال7 وال8 وال9 وال10 وال11 وال12، ولكن ما قابلناش سان داونز في اي نهائي. النهارده الاسيوطي فريق مصري طبعا راح واصل النهائي. النهارده جمهور الزمالك طبعا سيبك من صدر ولا ورك ولا كفته، الكلام ده قله ادب عيب. هم خدوا 500 جنيه مجمده وكل واحد يشتري اللي هو عايزه، راحوا يشجعوا فريق الاسيوطي. اخذ اللقب الاول في حياته عشان سان داونز يدوق من نفس الكاس اللي دوقه للزملكاويه في 2016، وعشان اطلع انا اقول لهم مبروك. بس دي مش السادسه يا زمالك، دي الاولى يا اسيوطي. فانت هتعيدوا من الاول بقى، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، هوب ترجعوا تقولوا السادسه يا زمالك. احي السادسه. يا ارخص خلق الله يا جمهور الزمالك.